السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. قبل ما نبدأ حلقتنا حط لايك عشان توصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ويلا بينا نبدأ أخبارنا. المصري البورسعيدي يتواصل مع والد عمر كمال عبد الواحد ويحاول إقناعه بتغيير وجهة نقله إليهم من أجل المشاركة أساسيا بدلا من اللعب للأهلي الذي سيجد صعوبة كبيرة في المشاركة به أساسيا بسبب وجود هاني وأكرم توفيق، ويغري والد اللاعب براتب مالي كبير ليجبره على التفكير في الأمر. الأهلي ينفي تلقي عروض من الدحيل القطري للحصول على خدمات محمد عبد المنعم. مصدر بالأهلي يؤكد أن حديث إبراهيم سعيد عن التفاصيل المالية في صفقة أحمد فتوح اجتهادات شخصية منه، وأن النادي لم يعرض على لاعب الزمالك هذه الأرقام المبالغ فيها، وأنه إذا نجحت الجهود في ضم اللاعب فلن يحصل على أكثر من 14 مليون جنيه سنويا مثل جميع اللاعبين المتواجدين في الفئة الأولى. الزمالك يضع محمود صابر لاعب بيراميدز المعار لنادي زد ومبولولو ومصطفى فتحي وأحمد عادل ميسي وأحمد حمدي ومحمد شكري في حساباته لتدعيم الفريق في يناير بعد اقتراب التوصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة على إنهاء أزمة الغرامة ورفع إيقاف القيد. أحمد أبو مسلم: أنا ضد تعاقد النادي الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد وأرى أنه لن يفيد الأهلي على الرغم من أنه لاعب مميز. عمر كمال عبد الواحد عمره 30 عام، وأرى أن الأهلي يوجد لديه العديد من اللاعبين الذين يستطيعون اللعب في مركز الظهير الأيمن، أمثال محمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح. فريق الأهلي يحتاج إلى مدير رياضي من أجل التخطيط للصفقات والحديث مع المدير الفني، ولا بد من رحيل 6 لاعبين عن المارد الأحمر خلال الفترة القادمة بسبب تراجع مستواهم عن الفريق. هؤلاء اللاعبين لم يستطيعوا تقديم أي شيء للنادي الأهلي ولا بد من رحيلهم، أمثال خالد عبد الفتاح ومتولي وكريم ندفد وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست وصلاح محسن. حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: أتصدر المشهد دائما عند حدوث أي أزمة للأهلي لكني لا أتحدث، فهذه هي ضريبة تواجدك في النادي الأهلي ولا يصح أن تتحدث. الجماهير لا تفهم بعض الأمور قليلا، والإعلام الذي يهاجم شخص بعينه في الأهلي لا يفهم طبيعة العمل داخل النادي. القرارات داخل الأهلي مسؤولية جماعية ولا يوجد فردية في القرارات. شخص مثل أمير توفيق في كل موسم انتقالات في الصيف أو الشتاء يتعرض لانتقادات كبيرة، وهذا بسبب عدم معرفة البعض بكيف تدار الأمور بالنادي. أمير ليس هو من يختار اللاعبين الذين نتعاقد معهم أو لا نتعاقد معهم. أمير توفيق شغلته تعاقد يا أمير مع اللاعب الفلاني بميزانية معينة، وأمير ما شاء الله ما فيش حد اتقال له هاته وما جابوش، هو شاطر جدا. ومن يحمل المسؤولية في عدم التعاقد مع بعض الصفقات لا يفهم كيف تسير الأمور داخل النادي الأهلي. في الأهلي هناك مجلس إدارة للنادي بجانب لجنة التخطيط، والآن هناك شركة لكرة القدم وبداخلها لجنة للمواهب تختار اللاعبين، وهناك أيضا المدير الفني. بعد كل ذلك يتبروز أمير توفيق، وأؤكد مجددا أن من ينتقد أمير لا يفهم طبيعة العمل داخل النادي الأهلي، لذا يجب أن نوضح لهم الأمور من وقت لآخر. محمد بركات: غياب أكرم توفيق عن مباراة يانج أفريكانز أمر طبيعي، خاصة بعد مشاركته في العديد من المباريات خلال الفترة الأخيرة. أكرم توفيق عائد من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي وغاب لمدة طويلة، لذلك إراحة كولر للاعب قرار صحيح. تعادل الأهلي في المواجهة الأخيرة أمام سموحة في الدوري لم يكن مفاجئ، فمستوى الأهلي البدني تراجع بشكل كبير مؤخرا، وذلك بسبب كثرة التغييرات على مستوى التشكيل في كل مباراة. الأهلي يعاني أيضا من قلة الفرص المصنوعة على مرمى الخصم، وهو أمر لم نعهده مع الأهلي ومع كولر بشكل خاص. الفوز خارج الديار أمام يانج أفريكانز هام جدا بالنسبة للأهلي من أجل مواصلة مشواره نحو التأهل من دور المجموعات لدور الأبطال، ورغم مستوى الأهلي المتراجع مؤخرا إلى أنه سيظل المرشح الأول لتحقيق اللقب، ويانج أفريكانز سيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل العودة للمنافسة على التأهل. لذلك مباراة الغد ستكون هامة وصعبة بالنسبة للأهلي. لاعبي الزمالك يحبون معتمد جمال، والأبيض سيعود لمساره الصحيح تحت قيادته، وأنا مقتنع بأن خوان كارلوس أوساريو مدرب كبير، ولكن حتى الآن لم أستطع تحديد طريقة لعب الزمالك خلال فترة تواجده. أوساريو كان يجري تغييرات غير مفهومة ويلعب ببعض اللاعبين في غير مراكزهم، لذلك فهم كانوا معذورين. حسن مصطفى: أحمد عبد القادر لاعب مزاجنجي، وهذا النوع من اللاعبين لن ينجح داخل الأهلي. على عبد القادر أن يغير من طريقته والاهتمام بالتدريبات والتمسك بالفرصة التي تتاح له، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الهجوم بالفريق الأحمر.
لاعبي الزمالك كانوا يحتاجون إلى معرفة قيمة النادي، فليس من السهل أن يرتدي لاعب قميص أحد القطبين. بعض اللاعبين لا يعلمون قيمة التواجد في الأهلي أو الزمالك، فهو حلم لأي لاعب بالدوري المصري. لاعبي الزمالك كانوا يحتاجون إلى الفوز أمام مودرن فيوتشر من أجل العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات واستعادة الثقة، وهو ما نجح الفريق في تحقيقه. إبراهيم حسن: أتعجب من اقتراب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك من الانتقال إلى النادي الأهلي. أين مبادئ النادي الأحمر؟ اعتدنا خلال الفترة الماضية أن النادي الأهلي لا يتعاقد سوى مع اللاعبين المنضبطين فقط، وليس اللاعبين غير الملتزمين مع أنديتهم. أؤيد مجلس إدارة نادي الزمالك في القرار الصادر ضد أحمد فتوح لاعب الفريق، خاصة وأن اللاعب ارتكب خطأ كبير خلال الفترة الماضية وتحديدا قبل مباراة زد في الدوري. محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي يمتلك إمكانيات كبيرة في مركز الدفاع، وبالتأكيد هو من أفضل اللاعبين في مركزه بالوقت الحالي، والدليل اعتماد فيتوريا عليه أساسيا في المنتخب الوطني. لكن عبد المنعم لديه تعالي على الكرة وثقة زائدة، واللاعب دخل في أزمات مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية من أجل الاحتراف الخارجي. لابد أن يعود اللاعب لعقلية النادي خلال الفترة القادمة. الأهلي تعامل مع رمضان صبحي بشكل خاطئ، واللاعب كان ناشئ وأصبح لاعب كبير وكان يجب تقويمه. ما ينفعش معلول ياخد 2 مليون دولار وتدوس على رمضان صبحي. ايه المشكلة ان يتساوى معاه؟ وفي نفس الوقت ما ينفعش اللاعب يتمرد ولازم يتمسك بناديه. رمضان صبحي افضل لاعب في مصر، بس خلاص اتداس عليه بعد رحيله من الاهلي، ومتداس عليه في المنتخب الوطني ومصر بتخسره. ولا اعلم سر عدم ضمه للمنتخب مؤخرا، هو عشان مش موجود في الاهلي ما يروحش المنتخب؟